ايه الاخبار يا ناس حلوه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في سلسله جديده هنسميها حكاوي الجمعه. الفكره من السلسله دي هتكون ان انا امسك موضوع انتوا كتبتوه في التعليقات تحت، يعني مثلا في التعليقات بتاعت الفيديو ده اكتبوا لي فكره حاجه تافهه اتكلم عنها، او اني اقعد احكي لكم عن مغامراتي او عن ذكرياتي او عن الحاجات دي. والموضوع ده انا بعمله عشان افصل عن الجيمز شويه، عشان تتعرفوا عليا اكتر، عشان يبقى فيه كده محتوى مختلف شويه للناس اللي ما بتحبش الجيمز بس بتحب شخصيتي مثلا، او بتحب تتفرج عليا. ايه بتحب شخصيتي دي والله. على العموم النهارده انا جاي اتكلم عن رحلتي الجايه لكندا. اللي ما يعرفش انا مسافر كندا يوم الاحد الجاي عشان اغطي حدث 6 انفيتيشنال بتاع ريمبو 6 سيج. الحدث ده عباره عن ايفنت كده كبير، انا رحته السنه اللي فاتت ورحت كمان الميجرز، انا عديت شفتي على فكره. رحت السنه اللي فاتت ورحت الميجرز، عباره عن الفرق الكبيره اللي في العالم بتتنافس ضد بعض عشان يشوفوا مين احسن فريق فيهم، كانها كاس العالم. المهم الايفنت ده كبير جدا بالنسبه ليوبي سوفت وبالنسبه لريمبو 6 عشان دايما بيعلنوا عن يا اما خريطه جديده يا اما اوبريتورز جداد يا اما الحاجات دي، وانا بجرب الحاجات الجديده وبحطها على القناه برضو، فتابعوني على القناه دي عشان لو بتحب ريمبو 6 سيج هتعرف ايه الجديد وايه اللي جاي في المستقبل. وعلى العموم انا عايز الناس تبدا تتابعني على انستجرام وتويتر. انا انستجرام عندي فيه هدف اني اوصل 10000 متابع، ومش صعبه، احنا حوالي 83000 هنا، ليه ما نوصلش 10000 على انستجرام؟ سهله. فلو عايز يعني تبين لي ان انت بتحبني وتتابعني على الانستجرام هتلاقي فيه رابط في الوصف، هو عباره عن لينك واحد بس، اللينك ده جواه انستجرام وتويتر ولينك القناه اللي انا هتكلم عليها دلوقتي حالا. ايه بقى القناه اللي انا عايز اتكلم عليها؟ في قناه اسمها بستاوي. بستاوي دي عباره عن قناه بتاعت سفر، بتاعت برضو رغي زي ده، بتاعت الحاجات دي. عايز ابقى اكتب عليها شويه، عايز انزل عليها فيديوهات اكتر، بس انا مش شايف ان فيها ناس كتير، فانا عايزها تكبر. فهتلاقي في برضه رابط في الوصف تحت ليها، تابعني عليها عشان هعمل فلوجات لكندا اكيد اكيد اكيد. اوكي نخش بقى في اللي عايز اقوله عن كندا. اولا انا رايح يوم الاحد الجاي لتورونتو، هقعد هناك كام يوم كده فور فن، هستمتع بوقتي هناك شويه، وبعدها اروح على مونتريال اللي فيها اصلا حدث 6 انفيتيشنز. تمام. في مونتريال بقى هكون مع ام جيمز اللي هو محمد من الكويت. محمد كان منزل من كام يوم تغريده بيقول ان الجو برد عنده، ان هو مش حاسس بايديه. في الكويت درجة الحرارة العظمى في كندا هتوصل نيجاتيف 10 العظمى، يعني انا كده هبقى هناك حران، عشان كده من دلوقتي لابس جاكيت وبيني اللي هو يلا بقى نستعد بقى للبرد عشان ايه؟ ما نموتش هناك يعني. على العموم في قصة مش عارف حكيتها لكم قبل كده ولا لا، بس انا عايز احكي عن اول مرة اسافر فيها كندا، ودي المرة اللي خلتني ابقى مرعوب من الطيران. حرفيا اللي ما تعرفوش انتوا يا جماعة، انا بسافر كتير بس بخاف من الطيران جدا جدا جدا. اللي حصل ان انا كنت رايح حتة اسمها هاليفاكس مع اتنين صحابي، واحد اسمه قيس وواحد اسمه المحروقي، هم كانوا بيشتغلوا معايا بس كنا اصحاب جدا، كنا اخوات يعني. قيس كان اول مرة يسافر في حياته والمحروقي كان بيسافر كتير. المهم كنا رايحين منطقة اسمها نوفا سكوشا. نوفا سكوشا دي تقريبا ابرد مكان في كندا او حاجة كده ما اعرفش. كنا رايحين من مسقط لغايه نوفا سكوشا من غير اي رحلات في النص، دايركت فلايت على طول. المهم واحنا رايحين نوفا سكوشا، على حظي الحمد لله يعني الحمد لله، على حظي كان في عاصفه ثلجيه في نوفا سكوشا. فتخيلوا انا قاعد في الطياره، انا كنت قاعد جنبي على طول قيس وجنبه المحروقي، كنا قاعدين جنب بعض احنا ثلاثه في النص في الطياره، وقاعدين بقى يا معلم، وايد بالطياره بتعمل كده، الطياره ماشيه اهي وبعد كده هوب، وبعد كده طلعت تاني وكملت. الهوب دي استمرت حوالي ثانيتين تقريبا، في الثانيتين دول كل اللي في الطياره قالوا خلاص احنا متنا ما عدا قيس كان قاعد عامل كده. طبعا قيس ما يعرفش اصلا جو المطبات، يعني تتخيل انت واحد بيسافر كتير فمتعود على المطبات الهوائيه وكده، فقيس مش متعود على جو المطبات، يعني مش متعود على الجو ده، فما اعتقدش ان هو كان ملاحظ ان في حاجه، لان انا كنت شايف ان انا مرعوب. محروقي كان جنبي مرعوب، وقيس مش اللي هو طبعا ما كانش قاعد مبسوط يعني، بس هو كان قاعد اللي هو مش قلقان مش خايف. بس حرفيا يا جماعه في اليوم ده انا كنت حاسس ان انا هموت خلاص، لدرجه ان انا لما نزلت الارض انا كنت عايز ابوس الارض، كنت عايز ابوس ارض كندا كانها وطني خلاص. انا مبسوط ومش عايز اسافر تاني خلاص، مش عايز ارجع لاي مكان. على العموم بقى اللي اكتشفته بعدها، والحمد لله الحمد لله الحمد لله كان حظنا حلو يا جماعه، الطياره اللي نزلت قبلنا على طول في نفس المطار نزلت هبوط اضطراري من كتر ما كان في عاصفه ثلجيه، ما كانش في اصلا اي بيسموها فيزيبيليتي او اي رؤيه. فالطياره نزلت ما كانتش عارفه الارض فين، فنزلت تخيلوا بسرعتها في الارض كده، والحمد لله ما حدش مات يومها، بس الطياره دمرت خالص خالص خالص. بس فدي كانت اول رحله اروحها لكندا، وبصراحه كنت مش مبسوط خالص وانا رايح، وكنت خايف كمان وانا راجع، يعني انا كنت راجع من هناك لغايه مسقط تاني، وتخيلوا اخر رحله ركبتها حصل فيها كده، فكنت خلاص مش قادر. دي كانت قصه مخيفه شويه ليها علاقه بالسفر، هقول لكم دلوقتي القصه، ما اعرفش هتضحككم ولا لا. فمره كنت رايح امريكا تمام، ففي امريكا المفروض ان انت ما تدخلش باكل من بره، يعني انت مثلا، يعني انا مثلا معايا، قولوا معايا سندوتش جايبه من مصر مثلا ورايح امريكا، بيدوك ورقه بيقول لك هي هل انت جايب معاك اكل؟ المفروض تقول لهم ايوه انا معايا اكل. وانا داخل على الراجل بتاع الباسبورات كنت داخل بقى واثق من نفسي قوي خلاص، اللي هو انا دخلت قبل كده لامريكا مفيش اي حد عارف يوقفني خلاص. فداخل عليه فبيقول لي مستر احمد do you have any food on you؟ كان معايا ساعتها كيس شيبسي واخده من الطياره، ما كنتش اتوقع ان ده يعتبر اكل اصلا تمام. فقلت له نو all I have is this bag of chips. فالراجل كان ماسك الورقه اللي انا كاتب عليها ان انا يعني اوكي يعني انا معيش اكل، انا قلت ان انا معيش اكل. بص عليا كده بص لي كاني مثلا خنته مع مثلا بوليس تاني ما اعرفش، بص على الورقه كده وبص لي ونزل الورقه قدامه وقال لي مستر احمد you know that this is considered food right؟
انا بقى ساعتها بقى عارفين اللي هو خلاص بتصبب عرقا بقى، خلاص انا هخش السجن في امريكا خلاص. انا مرعوب اصلا من سفريتي لامريكا عشان كان ساعتها بيحصل مشاكل كتير. كنت رايح داخل بثقه عليه، بقيت داخل خلاص خايف، اللي هو قلت له sorry I will throw it away in the trash مش عارف ايه وكده. قال لي no it's fine but next time you declare it. المهم قلت له اوكي وتمام وخلاص، قلبي ارتاح وبتاع. وكان ساعتها عندي رحله تانية على طول من نفس المطار، يعني انا كنت بعدي على الراجل ده واروح واخد طياره ومسافر على المكان اللي بعده، فهو عارف الموضوع ده. فالراجل قال لي have a nice flight. قمت انا رديت عليه وقلت له يو تو. عارفين كده لما يبقى في ما بينك وما بين حد نظرات كده ملهاش اي معنى، اللي هو في صوت صرصور حقن كده رزل، مش اللي هو العادي، لا واحد هو داخل يرخم على الموقف اصلا، يزود عليه يضيف عليه. هو ده اللي حصل بالظبط. فضلت باصص له وهو باصص لي، ضحكت له اللي هو ضحك لي اللي هو مش ضحكه اللي هو انا مراقبك خلاص يعني. بس على العموم عايز اقول لكم في فكره حكاوي الجمعه، وعايز منكم تحت في التعليقات تقولوا لي عن افكار اتكلم عنها، وقولوا لي ايه رايكم في مده الفيديو، هل المفروض يبقى قصير ولا طويل. انا الصراحه رايي يكون فيديو قصير بس يكون مكتوب بطريقه حلوه. يعني انا المره دي اتكلمت كده على طول من غير ما اكتب اي سكريبت، حاولت افتكر الكلام اللي انا عايز اقوله وقلته وخلاص. بس المره اللي جايه ممكن اكتب الكلام الاول واقراه بطريقه تكون بروفيشنال شويه، فاهمين قصدي ايه؟ فهل عايزين نقرا الكلام ولا اتكلم من القلب على طول واعمل افيهات من دماغي، ولا عايزين الفيديو يكون قصير ولا طويل؟ وايه رايكم في الزاويه دي والكاميرا والحركات؟ وبالمناسبه انتوا الكام يوم اللي جايين دول هنزل تقريبا كل يعني يوم فيديو ويوم لا، يوم فيديو ويوم لا، ده اللي هحاول اعمله. اوكي، فمثلا النهارده الجمعه هحاول يوم الاحد انزل فيديو، لو ما عرفتش هيكون يوم الاثنين. هي الفكره بس ان انا هسافر كندا، فمش هيكون عندي وقت اعمل اي حاجه يا جماعه، بس هي دي الفكره. هتلاقوا تقريبا معظم الفيديوهات بالتيشيرت ده، ومش هيكون في احسن 5 تعليقات في اخر الفيديو. بعتذر عن الموضوع ده مبكرا عشان انا بس هكون فعلا مش عارف اعمل اي حاجه. يعني انا انا بسجل الفيديوهات كلها هاخدها معايا على اللابتوب واحاول امنتجها وانا في السفريه، فاهمين قصدي ايه؟ يعني على الطياره اصلا وانا رايح لكندا همنتج الفيديو اللي هحاول انزله يوم الاحد. الموضوع كده مايند بلوينج. وطبعا مش هيكون في ستريمات خالص الكام يوم دول، هم 10 ايام بالظبط، انا هرجع يوم 20، فمش هيكون في ستريمات لان مش متاكد ان هيكون عندي نت سريع هناك. لو عندي نت هحاول اعمل ستريمات، بس غير كده ما وعدكمش. بس المهم ما تنسوش تتابعوني على انستجرام، ما تنسوش تتابعوني على تويتر، الاثنين دول مهمين عندي جدا، بالذات انستجرام عايز اوصله 10000 عشان بعد كده لما اعمل ستريم لما انزل فيديو اقول لكم اسحبوا الشاشه اللي فوق في الستوري وتعرفوا ان هي في لينك ممكن ادوس عليه، يعني تعرفوا تتابعوني بسهوله. اخر فيديو عملته هتلاقوه هنا بتاع بوحه، ده اخر فيديو عملت له مونتاج يعني محترم. في فيديو بتاع ايبكس ليجندز ممكن تخش تلاقيه على القناه، بس ده اخر فيديو عملت له مونتاج محترم. هتلاقي قناه الفلوجات ظاهره تحت هنا، وقناتنا الخاصه لو عايز تشترك في القناه دي اشترك فيها، لو عايز تشترك في قناه الفلوجات اشترك فيها. وبس كده، شوفوا اللينك اللي تحت في الوصف لانه مهم جدا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وقولوا لي ايه رايكم في حكاوي الجمعه. يلا يا جماعه اتمنى لكم رحله سعيده. سلام.